السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ وحلويات مهاجرة. إن شاء الله اليوم جيت نشارك معكم الوصفة ديال الشباكية بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان. إن شاء الله يدخل علينا بالصحة والسلامة. فهذا النهار غندير معكم الشباكية، يعني بجميع مراحلها والمقادير إن شاء الله مضبوطة باش هكذا تجيكم زوينة وناجحة. فكما كتشوفوا راها كتجي هشيشه بزاف بزاف وكتجي بنينه ومقومه. فبقاو معايا باش ندوزو ان شاء الله للمقادير. فدابا هنا عندي كيلو ديال الفرص وزلافه عامره ديال الفرص، يعني باش هكذا تجينا شويه كتيره. وعندي هنايا اللوز اللي طحنوه مزيان، والجنجلان حتى هو طحنوه مزيان بلا ما تحمروا حتى شي حاجه. وعندي خماره، عندي جوج ديال اصفار البيض، وعندي هنا واحد معلقه كبيره ديال القرفه ومعلقه كبيره ديال النافع. عندي هنا كاس ديال ما زهر اللي درت فيه الزعفران الحر، ونص كاس د الخل. عندي هنا الزيت، كاس د الزيت مخلط ما بين زيت الزيتون والزيت العاديه، وكاس ديال الزبده اللي دايبه ومصفيه يعني من الماء والحليب ديالها. عندي شويه ديال الخميره معجونه ومعلقه صغيره د الملحه وشويه ديال المسكر الحر اللي دقيت مع السكر. وغادي نجمع هاد العجينه ديالي بما زهر. غادي نشوف شحال غادي يكفيني بما زهر. المهم العجينه خصها ما تكونش رطبه بزاف باش هكذا ما تجيناش قاصحه فاش طيب. صافي كندوز دابا كنخلط المقادير كامله، يعني النواشف هي الاولى. وكما كتشوفوا الخميره راه غير شويه درتها لكم في يدي باش تشوفوا. ونضيفوا الملحه مع المسكر الحره. المسكر الحره قياس واحد 4 الحبات ولا 5 يكونوا صغار. فدابا كندوز نخلط هذا الشيء كامل، نحاول نخلطو مزيان وهكذا باش ما يكونوش اللوز هكذا مكركب مع داك الزنجله. صافي وغادي ندوز دابا باش نديرو السوائل اللي عندنا. هذا هو ما زهر اللي دوت فيه شويه ديال الزعفران الحر. اللي ما عندوش يقدر يستغنى عليه، ولا يدير ضامه الزعفران، ولا يدير الزعفران الاخر العادي، غير هكذا على حساب اللون. يعني هاد الشباكيه خصنا نديرو يجي اللون زوين. صافي دابا كنحاولوا نعجنوا هاد السوائل مع الطحين باش نشوفوا شحال خطنا ديال ما زهر نزيدوه. المهم انا غنخلط هاد الشيء مزيان وغنبدا نضيف ما زهر. كما قلت لكم ضيفوا غير شويه بشويه، لان العجينه ديال الشباكيه ما خصهاش تجينا جاريه. هنا الخل اللي كنت نسيت راني ضفتو دابا وغادي نزيد نعجن. المهم تبداو تضيفوا غير شويه بشويه باش هكذا ما تجرى لكمش العجينه. هنايا زدت شويه د ما زهر عاوتاني باش نزيد نجمعها. المهم كما قلت لكم بقاو تزيدوا شويه بشويه. راه العجينه الا جاتنا رطبه يعني وكتجينا ساهله في العجينه وفي التشكال، راه ما غاديش تجينا زوينه فاش طيب. غادي تجينا قاصحه، يعني تجي قاصحه. وإلا كانت كتعذبنا يعني في الخدمه راه كتجي هشيشه وكتجي زوينه. المهم انا غنستمر هكذا حتى نضيف حتى نكمل يعني العجين وتجمع لي العجينه، وندوز باش نشكلها ونحطها ترتاح. فهنا باقي خاصني شويه ديال ما زهر وانا غادي ضفتو. صافي كما كتشوفوا راه العجينه بدات كتجمع. غادي نعاود نزيد شويه، ولكن راني غنخليها قاصحه، يعني كتبغي شويه الخدمه. لان العجينه الا كانت قاصحه راه تاخذ منا واحد شويه ديال الجهد. ولكن المهم نعطيوها الخاطر حتى يعني حتى كنتاكدوا بانها تعجنات مزيان. فصافي دابا كما كتشوفوا هاني جمعتها. غادي ندوز باش نشكلها ككويرات متوسطين على حساب يعني شحال غتقدو
تدلكو على حساب البلاصه فين غتخدموا. الا كبيره راه ديرهم كبار، الا صغيره ديروهم شويه هكذا متوسطين. فانا غنديرهم على هذا القياس. غنكورهم مزيان وغادي نخليهم هكذا يرتاحوا. ماشي انا خليتهم غير يرتاحوا، فانا خليتهم يباتوا يعني ليله كامله. داكشي باش ما كثرش الخميره، درت غير شويه باش هكذا ما تطلعليش فيهم الخميره. غادي نغطيهم ولا نديرهم في شي ميكا، وغادي نديرهم في الثلاجه ونخليهم حتى للصباح. فانا كنقسم هكذا الخدمه باش ما زعما ما تغلبنيش الشباكيه. دابا هنايا راه الصباح يعني باتوا، ودابا غادي ندوز باش نبدا ندلك العجينه. المهم هي كما قلت لكم راه كطلب منا شويه الجهد، ولكن هذه هي شباكيه يعني فيها شويه الخدمه. المهم كندوز هنا كنحاول ندلكها هنا غير شويه باش غادي نطوي نطويها غير هكذا باش تقاد لي. فاش نكون كنورقها تجيني هكذا مقاده، دوك الجناب ما يجيونيش هكذا مخربقين. كنطويها هنايا على جوج، وكنعاود نطويها الجهه الاخرى على جوج، وغادي نديرهم كاملين على هذا الشكل، وغنردها في الميكا باش هكذا تجيني سهله في الخدمه، ترتاح غير شويه باش في التوراق يجيني سهل. غنردها للبلاستيكه وندوز نهز واحده اخرى وغندير لهم هكذا كاملين، وعاد باش نرجع لأول وحدة خدمت. راه ممكن تستغناو على هاد المرحلة، يعني ماشي ضرورية. غير انا بغيت نديرها وصافي. يعني راه ممكن تدلكوها نيشان من ديك الكرة وراه كتجي زوينة. راه كنت كنديرها حتى هكداك. فدابا هنايا كناخد اول وحده اللي صايبت، وغادي ندوز باش نورقها مزيان. فالشباكيه ضروري خصنا نورقوها يعني رقيقه، ماشي نخليوها غليظه، لان فاش كنطيبوها راها كتزيد تنفخ، يعني كتنفخ في الزيت وما كتجيش زوينه. انا شخصيا ما كتعجبنيش شباكيه غليظه، كتعجبني رقيقه. فنحاولوا نرققوها مزيان مزيان. فاحنا كندلكو وحنا كنقلبوا العجينه باش هكذا كنتفاداو انها تلصق لنا مع الطبله. انا ما كنستعملش لا طحين لا زيت لا والو، وراه ما كتلصقش. فانا كناخذ هاد الجراره ولا القطاعه ديال الشباكيه، راه دابا متواجدين في المغرب بزاف. وكنبدا نقطعها هكذا، يعني كنمشي بها حتى كتقطع. فهاد الجراره كتسهل علينا الخدمه. يعني ما كنديروش كل وحده بوحدها، غير هي ضروري تضغطوا فاش تكونوا يعني كتقطعوا، ضروري من الضغط باش هكذا كتقطع مزيان. صافي كندوز نحيد دوك الزوائد العجينه، كنجمعهم وكنديرهم في يعني في البلاستيكه باش ما ينشفوش وما يقصحوش. وهنا غادي ندير معكم الطريقه اللي كندير. فانا هنا كنبقى هزه العجينه، كنهز وحده ونطلق وحده ونهز وحده ونطلق وحده، كيجيوني 3 من القدام وجوج شرائط من اللور. وكنجمع دوك القنات ديال الشباكيه وصافي، وكنحطها هكذا فوق الطبله ونحاول نقادها، وكتجي على هذا الشكل. فدابا راه تبارك الله كاينين طرق كتار في يوتيوب. يعني ممكن الواحد يدخل ويشوف كل شيء. مهم انا هذه الطريقه اللي يعني من زمان وانا كنديرها، وبقيت يعني ما مشيتش نتعلم طرق اخرين. كتجيني هذه سهله صافي، هي اللي معتمده.
فهكذا كما قلت لكم دائما جوج من اللور ديال صبعك وثلاثه ديال الشرائط من القدام صافي، وكنحطوها في الطبله وكنحاولوا نقادوها مزيان ونقرصوها هكذا من الجناب باش ما تحلش. راه كتجي مقاده زعما كتجي زوينه. فانا غنستمر هكا حتى نكملهم كاملين، وغادي باش ندوز باش نقليها. صافي دابا كملت، هذه هي الكميه اللي خرجت لي. فدائما تخليو الشباكيه حتى يعني تنشف، ماشي غير نكملوها ونطيبوها. نخليوها هكذا تنشف عاد باش ندوزو نطيبوها. فهنا غادي نحتاج العسل، فهذه العسل اللي كنت صايبتها ان شاء الله. دابا الا كان الوقت دابا نعاودها معكم. فكتجي على هذا الشكل، راه كتجي صادقه. وانا دائما تنزيد فيها العسل اللي كتباع عندنا هنا، العسل الحره، باش هكذا العسل ديالنا تجي يعني من السما وشباكيه تجي بنينه. وبطبيعه الحال نحتاجو الكسكاس وباش نهزو. والزيت هنا راني درتها راه طابت، يعني سخنت عفوا، سخنت مزيان. وندوز نستف الشباكيه ديالي في هاد الشبيكه. والزيت خصها تكون دائما سخونه مزيان. صافي وندير واحد الكميه اللي غادي نقلي. ومره مره هكذا كنحرك، ولكن ما نحركوش في الاول حتى يعني تبدا يشد فيها الطياب، باش هكذا يعني ما تهرسناش في وسط الزيت. راه كتكون هشيشه، ويعني في ساعه تقدر تهرس لنا في الزيت. وصافي فاش كطيب كنحيدها وكنديرها في العسل. فالعسل انا ما كنسخنهاش كما هي يعني بارده، وكندير فيها شباكيه، راه شباكيه كتدفيها وكتطلق. وانا كنحطها في العسل، كنحاولوا نغطسوها مزيان في العسل، وغير يعني غير بشويه، ما نحاولوش نضغطو بالجهد باش ما تهرسناش. وغادي ندوز ندير الكميه الاخرى بنفس الطريقه. اخرى راها كتعسل. وكنعاونو هكذا بشي فرشيطه، بحال الا بانت لنا شي وحده راها باقا يعني بيضه من الفوق، نقلبوها باش كلها تاخد لون واحد، يعني تاخد لون هكذا ذهبي. غير ما نحمروهاش بزاف بزاف في الزيت، لان غتزيد تحمر لنا مع العسل، لان العسل هو اللي كيقاد لها اللون. فما حنا ما بغيناش شي شباكيه اللي تكون تبان محروقه ولا تبان لونها مغلوق بزاف. صافي هكا كتكون هذه التعسلات. غندوز نحيدها باش نرد الاخرى تعسل. فهكذا كنبقى غادي بهذه الطريقه وهذا يعني بهذه المراحل. وكناخذ الشباكيه، انا دائما كيعجبني نقلبها عاد ندير عليها الزنجلان. ف ما كتعجبنيش نديرهم هكذا مقلوبه، لان فاش كنجيو كنحطوها على وجهها ماشي على ظهرها. صافي كنبدا اي يعني شبكه حيدت كندير لها نفس الطريقه، كندير لها العسل، عفوا كنقلبها وندير لها الجنجلان. وكنبقى غاديه بهاد المراحل حتى كنكمل شباكيه كامله. كما كتشوفوا راه ما كتهرش بزاف، يعني ضروري كيطيحوا شي هكذا شي فتيتات صغار، ولكن ماشي بزاف. راه هاد الطريقه اللي قلت لكم راه كتجي يعني مزيانه. غير ما دائما ما تجريوش العجينه ديال الشباكيه دائما خصها تكون قاصحه باش كتتقنى وما كتهرس لناش في الطياب، لان راه في الطياب هي فين كتهرس لنا الشباكيه. وصافي وهنا راني كملت، وهذه هي الكميه اللي خرجت لي. وكما كتشوفوا راه جات زعما جات زوينه وجات فتيه بزاف بزاف
يعني كديريها في فمك كتذوب ماشي قاصحة. فكنتمنى تعجبكم الطريقة والمقادير وان شاء الله يدخل عليكم رمضان بالصحة والسلامة. وما تنساوش ديروا شير الفيديو اللي عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات مقبلة. والسلام.